عندنا حلم ان احنا نفسنا نغير البلد، ونفسنا نغير الفساد اللي موجود. كان نفسنا ما يبقاش فيه سرقة، ما يبقاش فيه نهب. كان نفسنا لما يجي في انتخابات يبقى انا ليا، يبقى انا صوتي، يبقى ليا حق، يبقى ليا صوتي ليه دور، وانا شخص فعال في الانتخابات. ما ما مش بقى عشان المرشح اللي نزل الانتخابات يعني نازل علشان هو شخص بيفهم، هو فاهم في السياسة، فاهم في القانون. نازل هيراقب الحكومة، هيشوف لي الحكومة بتسرق منه، عملت عمل كويس، ما عملتش عمل كويس، ويراقبها ويحاسبها، ويحط لي القانون اللي هي الحكومة هتمشي بيه واللي انا همشي بيه. وفي القانون ده هيحفظ لي كرامتي انا بقى، كرامة المواطن. ازاي يبقى المواطن المصري يرجع له كرامته تاني. لما نزلنا واحنا بنطالب بالحرية والتغيير، كان من ضمن مطالبنا برضو ان احنا يبقى عندنا كرامة، والكرامة اللي هتتحقق دي بالقانون اللي هو هيحطه لي. كمان ما ينزلش يصرف ببذخ في الانتخابات. اصل انت نازل تصرف ببذخ، هترجع الفلوس دي تاني ازاي؟ هترجعها من قسمة بقى تاني؟ هتنزل بقى تسرق تاني؟ وتنزل مثلا وينزل باسم الدين، يضحك على الناس باسم الدين، يقول لهم انتوا تاخدوا المرشح ده والدولة الدينية، ويقول لك الدولة الدينية ضد، ان الدولة المدنية ضد الدولة الدينية. منين ان الدولة الدينية ضد الدولة المدنية؟ الدولة المدنية ضدها الدولة العسكرية، انما الدولة الدينية هي اللي ضدها الدولة العلمانية. فازاي يقول لك يعني ما فيش علاقة خالص بين الدولة المدنية والدولة الدينية، لان الدولة المدنية اساسها الدين. فما يضحكش علينا بقى ويقول لنا ده الدولة المدنية ملهاش علاقة بالدين. لا، الدولة المدنية لها علاقة بالدين، وسقفها هو الدين. كمان ما تبقاش انت رجل اعمال وعايز تنمي تجارتك وتنمي اعمالك، فتنزل تدينا شويه فلوس وترمينا شويه فلوس وبعدين ما نشوفكش تاني. طب انت كنت فين قبل كده؟ فين تاريخك اللي يشهد لك بان انت كنت شغال في البلد قبل كده، كنت بتقدم للناس خدمات؟ وما نزلش برضه اضحك واقول لكم ده انا هشغل لكم كذا. واحنا مش عايزينك تشغل لنا حد، احنا عايزينك هو يروح يقدم الوظيفه في الجهه الفلانيه اللي هو هيشتغل فيها، ولو ما قبلش فيها او ما لقاش وظيفه تروح انت تحاسب الجهه دي، تشوفها هي ما قدمتلوش وظيفه ليه. انما ما اروحش انا اجيب له وظيفه، او ما اروحش انا اديله شنطه في رمضان واقول له خد بس انتخبني، ما اروحش اشتري الاصوات واديله فلوس، ما اجيبش بلطجه واوقفها في الانتخابات واقول للناس تزور وكده. فاحنا عندنا حلم، وحلمنا بقى مشروع. احنا نفسنا نحقق المشروع ده، ونفسنا يبقى فيه تغيير بقى، ونفسنا نبطل الأمية الفكرية. مش عايزين يبقى عندنا أمية فكرية بقى تاني، خلاص. نفسنا نوعي الناس بأن المرشح اللي نازل ده نازل يجيب لي حقي، يراقب لي الحكومة، يشوف لي مصالحي، مش نازل علشان يشغل يبني ولا يديني فلوس ساعتها وبعدين ما اشوفوش تاني. خلاص بقى الفكر ده لازم يتغير، الثورة قامت خلاص. يعني المرشح اللي نازل لازم يبقى مرشح مثقف، ولازم يعمل مناظرة بينه والناس تحضر، يبقى في مناظرة بينه وبين كذا حد موجود، يبقى كل المرشحين اللي موجودين قاعدين ويعملوا مناظرة بينهم وبين بعض، كل واحد يقدم بنفسه الانتخاب والناس تختار، يبقى ليها هي الحق اللي هي تختار. انما مش واحد ويرفض ان هو يعمل مناظرة مع المرشح التاني، ويبقى في خوف وفي جبن ولا وانا هنزل اصرف بقى وخلاص. بس كمان نفسي انا بقى كطفله بتكلم عن نفسي، انا بحلم بالتغيير، بحلم يبقى في البلد بتاعتي قصر الثقافه. قصر الثقافه روح، يبقى عندي موهبه هو ينميها لي. انا لو عندي موهبه في التمثيل، يبقى في الشعر موجود، يبقى بحب اقرا، فالاقي مكان اروح اقرا فيه كتاب، والاقي كتب فعلا قيمه اقدر اقرا فيها واشوف انا بحب ايه واقرا فيه. نفسي برضو المناهج في التعليم في المدرسه بقى تتغير، يعني مناهج ما بتعلمش حد، مناهج سيئة جدا يعني، وبتعتمد كلها على الحفظ وعلى التلقين، ما فيهاش خالص لا فكر ولا فيها خالص، ما فيهاش تشغيل مخ خالص، ما بنشغلش فيها عقل. كل الحكاية ان احنا ماسكين الكتاب والمناخ حار جاف صيفا بارد ممطر شتاء، ده اللي احنا حافظينها من اول ما دخلنا المدرسة. دايما الجملة دي بتتكرر كتير قوي، وهو ده التعليم بتاعنا. فاحنا نفسنا بقى خلاص يعني، احنا ما بلاش بقى تستخفوا بعقولنا وتقدموا لنا المناهج التعليميه دي، احنا مش المناهج دي خلاص. انا برضو يعني في الشعر اللي بيقدموه لنا في المدرسه، لو نيجي نفتح الكتب نلاقي الشعر
الشعر تافه يعني، مش كله عشان ما بقاش كده، بس في شعراء كبار لازم احنا نعرفها. مش هديك شعر، هيديني شعر وانا في المدرسه. يعني مثلا امل دنقل مش هيديني شعر وانا في المدرسه، لانه ممكن يكون صعب عليا شويه، وكلماته صعبه عليا شويه، وفهمه برضه صعب عليا شويه. لكن يعرفني ان في شاعر اسمه امل دنقل، اما اكبر انا ادور عليه واعرف هو مين. مش يبقى واحنا في المدرسه اقول لزمايلي مين امل دنقل، يقولوا لي مين دي. فمحدش يعرفه، وهو شاعر كبير قوي. فازاي احنا ما يبقاش عندنا وعي بالناس دي؟ لا، انا اديهوله في المدرسه واقول له ان انت عندك شعراء موجودين، وعرفه تاريخه وتاريخ امته، وعرفه ان الناس دي موجوده. يقوم هو لما يكبر يبقى عارف ان هو عنده الناس دي، فيقوم يدور عليها ويقراها. لازم